السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهل مصر، يا أهل مصر، يا من تلتزمون بالأثر والسنة، عاد من الحجاز فتيان وأبو عمرو صاحب الإمام مالك، إنهما سيعقدان مجلس العلم في هذا المسجد بعد صلاة العصر. من أراد الإفادة من علم الإمام مالك والتعرف على فقهه فليحضر بعد صلاة العصر. يا آل مصر، يا آل مصر، عاد من الحجاز فتيان وأبو عمرو. ما حاجتنا لفقه الإمام مالك وعندنا في مصر من هو أفقه منه؟ الليث بن سعد. حسبك يا أخي، ما أنا أفقه من مالك، والله الذي لا إله إلا هو، لا شيء أحب إلى نفسي من الاستماع إلى فقه الإمام مالك. سأذهب إلى حلقة فتيان وصاحبه لأستمع إليهما. الإمام مالك رحمة الله عليه أخذ بفتاوى الصحابة واعتبرها من السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم وقال الله تعالى عنهم: ألا إن حزب الله هم المفلحون. يا إمام، لا يختلف أحد من العلماء مع فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن هذه الفتاوى هل هي مجرد اجتهاد منهم أم أنها من السنة التي لا يجوز مخالفتها؟ الصحابي قد سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أو سمعه من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فماذا لو كان رأيا خاصا به استقاه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نأخذ به أيضا كأمر واجب، فالصحابة أقدر منا على فهم المراد من الكتاب والسنة. ماذا لو كان هذا الرأي خاطئا وهو أمر بعيد وإن كان محتملا؟ أنت يا بويطي لا تريد إلا الهدم والتشكيك. ما أقول به قال به الإمام مالك، ولو أنك قرأت كتابه الموطأ لوجدت آراء صحيحة استند فيها إلى فتاوى الصحابة، ومن ذلك قول يا إمام، نحن لا نناقش وقائع بذاتها، ولكننا نناقش المبدأ كله. هل آراء الصحابة دون سند آخر تصلح لأن تكون مصدرا أساسيا للفقه؟ هي كذلك في فقه الإمام مالك، وعليك أن تسلم بما يقول الإمام أو تنصرف عن مجلسنا إلى حلقة أخرى. ما هكذا يكون الحوار، الحلم قبل العلم. ما رأيك يا ليث فيما يراه الإمام مالك؟ أتفق مع الإمام مالك رحمه الله في الجزء الأول من رأيه، وهو الأخذ بآراء الصحابة التي نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وماذا لو كان رأيا خاصا استخرجوه بأنفسهم؟ علينا أن نراجع هذا الرأي ونطابقه على ما جاء بالكتاب والسنة. كيف ذلك يا ليث؟ آراء الصحابة التي استخرجوها بأنفسهم تختلف في المسألة الواحدة، فأي رأي منها نأخذ به يا فتيان؟ علينا أن نوازن بين الآراء ونختار منها الأقرب إلى الكتاب والسنة. ما هكذا قال مالك. عليك أن تأخذ بمذهب الإمام مالك أو أن تبحث لك عن مكان آخر تجلس فيه. مولاي، ما وراءك يا فضل بن الربيع؟ حضر الإمام الشافعي. فليدخل في الحال. فليتفضل الإمام الشافعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي يا مولاي الخليفة أن أجلس الشافعي مكاني، فإنني أتوسم فيه الخير كل الخير. تفضل يا شافعي. أكرمك الله يا أبا يوسف. أين أنت يا شافعي؟ ما عدنا نراك. كنت في الحجاز يا أمير المؤمنين، وأول ما جئت بغداد سعيت إليك. لو أنك لا تشتاق إلينا، ألا تشتاق لصاحبيك أبي يوسف وابن الحسن؟ هما صاحبا أبي حنيفة النعمان. كلما أقبل الشافعي على الفقه
صار يختلف معنا في العديد من المسائل يا أمير المؤمنين. هذا الخلاف يا مولاي من جوانب التيسير في الشريعة، وهو من رحمة الله تعالى بعباده. أنا ومحمد بن الحسن كنا نختلف أحيانا مع شيخنا أبي حنيفة. يا أمير المؤمنين، ليس من العقل الإصرار على أن يكون الصواب من جانب واحد وأن يكون الخطأ فيما سواه. لماذا لا تؤكدون هذا القول بين الناس حتى يقاطعوا الجماعات التي يقودها التعصب الأعمى؟ يقصد أمير المؤمنين جماعات الخوارج؟ إنهم أخطر ما يهدد الإسلام والمسلمين. إنهم يواصلون الإفساد في الأرض ويكفرون كل من لا يأخذ بقولهم ويرى برأيهم. لقد واجههم أمير المؤمنين في الجزيرة وقضى على ثورتهم. سبق لأبي المهدي وجد المنصور أن قضي على تمردهم، ولكنهم يعاودون الخروج على الحكم كلما وجدوا الفرصة سانحة. فأين أنتم يا علماء المسلمين؟ أليس من الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أليس هذا منكرا؟ حاورت بعض المنتمين للخوارج فرأيتهم يتسترون بعبارات زائفة ولا يرون عصمة لدم المؤمن المخالف لهم. هؤلاء بحاجة لمن يذكرهم بضلالهم في فهم الدين، وهو ضلال لا يشفع فيه طول السجود وكثرة العبادة. ذلك حق يا أمير المؤمنين، ولكن هناك أمر آخر ينفذ منه الفساد للعقيدة والدين. علينا أن نسد منافذ الفتنة بغير هوادة. لعلك تقصد الأحاديث الزائفة المنسوبة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد واجهها أمير المؤمنين وقضى عليها. بل قضى عليها المشتغلون بالحديث الصحيح أمثال مالك رحمة الله عليه وابن حنبل. هناك أحاديث زائفة أخرى بحاجة إلى من يقضي عليها يا أمير المؤمنين. إنها تجري في مجالس أصحاب الكلام الذين يطلقون ألسنتهم في أمور العقيدة ويصرون على تحكيم العقل وحده في أمور الدين، وما أكثر ما يشط العقل في مثل هذه الأمور. إذا كنت تقصد المعتزلة فلا شيء عليهم، إنهم يواجهون الزنادقة وأصحاب الملل الأخرى ليجتذبوهم إلى الإسلام. وقد سمعت عن رجل فيهم يدعى العلاف أسلم على يديه 3000 من المجوس وأصحاب مانه. لو أنهم وقفوا عند هذا الحد ما عارضهم أحد، ولكنهم يتناولون قضايا شائكة تؤدي إلى الاضطراب في فهم الدين. تقصد مسائل الجبر والاختيار وصفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه؟ بل تجاوزوا ذلك إلى كتاب الله ذاته وبدأوا يتناقشون هل هو مخلوق أو غير مخلوق. لا نتركهم يا أبي يتجرؤون على كتاب الله. بلغني أن بشرا وأصحابه يتعرضون إلى هذه المسألة، وهو أمر لا يجوز، فالقرآن كلام الله وليس بمخلوق. الحق معك يا شافعي. يا يحيى، أبلغ بشرا وجماعته أن يكفوا عن الخوض في كتاب الله أو أقطع ألسنتهم. هناك في آخر السوق تجد الأثواب التي تريدها. لا أريد أكثر من ثوب واحد، أحتاجه عندما أغسل الثوب الذي أرتديه. ما زلت مصمما على الزهد والتقشف. تنسى أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أنعم الله علي بشيء من العلم أود أن ينتفع به الناس. أنت كما أنت لم تتغير. ولكن قل يا شافعي، ترى ما موقف الرشيد من علماء الكلام؟ أحسبه يأخذهم بالشدة الواجبة، لكن لا تنسى أن من بين المحيطين بالرشيد من يدافع عنه. تقصد ولده المأمون؟ فراساتي تقودني هذه المرة إلى أنه لن يستطيع التأثير على أبيه. ما زلت تعتمد على فراستك في تقدير الأمور. أراها صائبة في كثير من الأحوال. إذن يا شافعي دعني أختبر فراستك. هذا الرجل الواقف هناك، ترى
ما حرفته؟ أظنه يعمل خبازا. أخطأت فراستك هذه المرة، فهو نجار. ما أخطأت فراستي؟ لقد قرأت الكثير من كتب الفراسة وهي تخبرني أن هذا الرجل يعمل خبازا. وأنا أيضا قرأت الكثير من كتب علم الفراسة وهي تقودني أيضا إلى أنه يعمل نجارا. خبازا؟ نجارا خبازا. لما نختلف ونحن نستطيع أن نحسم الأمر، فلنذهب إليه ونسأله. يا رجل يا رجل. السلام عليكم ورحمة الله. بالله عليك يا رجل، ما هي حرفتك؟ كنت أعمل خبازا، صرت اليوم نجارا. ما أخطأ كلانا فيما ذهب إليه. خبازا. نجارا نجارا يا شافعي. السلام عليكم ورحمة الله. هاتوا ما عندكم من أدلة على أن القرآن مخلوق. جمعنا من الأدلة ما يكفي، وكلها تعتمد على العقل والمنطق. علينا أن ننشرها بين الناس ونجعلها حديثهم في المساجد والدور والأسواق. لكن الرشيد أرسل من يهددنا ويحذرنا لو خضنا في هذا الحديث. الرشيد لا يعني ما يقول. لقد أراد مجاملة بعض الفقهاء، لكنه ليس جادا فيما يطلب منا. وكيف عرفت يا بشر؟ الرشيد يثق بولده المأمون ويأخذ برأيه، والمأمون تلقى العلم على هزيل بن العلاف وهو واحد من أصحابنا. لكن الأمين مستاء مما نقول. لا شيء يوقفنا عن إعلان أفكارنا ونشرها بين الناس، وحتى لو خالفنا الرشيد. لكني أخاف أن يبطش بنا. الخوف لا يحدد حركتنا. خذ يا سعيد هذا الكتاب بالمصرية القديمة، يتناول آلهة المصريين القدماء، لعلك تجد من يترجمه إلى العربية لنعرف ما فيه. لكن المصريين القدماء كانوا يعبدون آلهة متعددة، والتوحيد هو جوهر الإسلام. ينبغي أن ندرس ما عندهم لنتحقق من صواب ما عندنا. لكن العامة لا تتسع عقولهم للبحث والمقارنة، وأخاف أن يتأثروا بما يقرؤون ويسمعون. لا تعلل يا سعيد، ونمضي في طريقنا نتفتح على كل الأفكار ونطلق حرية العقل، لا نكتفي بالقديم الذي ورثناه فنكون كالكفار الذين قال الله عنهم: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ما الأمر؟ ما بكما؟ قبل ساعة واحدة جاء رجلان من الشرطة يطلبانك للقاضي. لقد راقبت البيت ولم أدخل إلا بعد ذهابهما. ما الأمر يا أبي؟ بعض أصحاب الحديث أوغروا صدر هارون الرشيد وأوقعوا بنا. هل فعلت ما يستدعي المؤاخذة؟ لم نتحدث إلا ما اعتدنا التحدث به. سبق أن حذرك الخليفة من ذلك، ما منعك الامتثال له؟ والله لا أسكت أبدا عمن يسمون أنفسهم أصحاب الحديث. إنهم يرفضون أن نحرك عقولنا لنكشف خداعهم. وما يدفعك يا أبي للمخاطرة في أمر لا يطلبه الدين؟ استعمال العقل من ضرورات الدين يا مسلمة. كيف نعرف الله بغير العقل؟ لا ينبغي للعقل أن يتجاوز حدوده، عليه أن يناقش ما يعرف ويكف عما يجهل. هذا كلام أصحاب الحديث، أحب سماعه. أخاف يا أبي أن تخسر الآخرة وتخسر الدنيا. ما خسرت الآخرة ولن أخسر الدنيا. سأخرج أنا وراشد إلى البصرة بعيدين عن عيون الحاكم. وما الذي يدفعكم يا أبي إلى الهرب؟ أليس الأنسب أن تكفوا عما تتحدثون به؟ فات الوقت، الخليفة لن يتركنا. هزيلة، أعدي ما يلزمني للسفر، وسأترك لكم بعض المال لاستئجار دار أخرى في مكان آخر حتى لا تتعرض لكم الشرطة. وكيف نتصل بك وتتصل بنا؟ بعد أن تستأجر دارا أبلغي مكانها للعاملين في بستان راشد، ولسوف نعود إلى بغداد بعد أن تنكشف الغمة وتهدأ الأمور.
ما الذي تريد أن تقوله يا فضل يا ابن الربيع؟ أشياء كثيرة تغيب عن مولاي. أفصح يا فضل، لا أريدك أن تلغز فيما تقول. يبدو أنهم لا يقدرون ما وصلوا إليه على يدكم يا مولاي، وعلى يد أبيكم المهدي وجدكم المنصور، فغلبهم الطمع. من هم؟ وفيما يطمعون؟ إنهم البرامكة يا مولاي. تسمع مني ما أقوله بفكر وتدبر وترى رأيك بعد ذلك. أنا أسمعك يا ابن الربيع. بداية يا مولاي، تعرف من أنا بالنسبة للخلافة العباسية، أبقاها الله وزاد من رفعتها ونعيمها. أعرف أبوك الربيع كان الحاجب عند جدي أبي جعفر، وتبعت أنت مهمة الحجابة. وأنا ومن قبل يا أبي أخدمكم بكل إخلاص وحب. وهل تنكر هذا الحب نحونا من جهة يحيى بن خالد البرمكي وأبنائه الأربعة الفضل وجعفر ومحمد وموسى؟ هم الذين بدأوا ينكرون يا مولاي، استطاعوا أن يغمضوا عينيك عما وصلوا إليه وعما يفعلونه. لقد أصبحت لهم اليد الطولى التي لا تضارعها يد. زاد نفوذهم وعظم سلطانهم واشتدت وطأتهم حتى أصبحوا بالنسبة للرعية الآمر الناهي الذي بيده تصريف الأمور، وما الخليفة إلا منفذ لرغباته. يبدو أنك على حق فيما تقول يا ابن الربيع، فالفضل بن يحيى بعد انتصاراته في خراسان أصبح حديث الناس، ولم يعد أحد يذكرني بشيء. وأخوه جعفر هنا يعطي هذا ويمنح هذا، وكأنه يقول للناس بأنه اليد التي تعطي بلا حدود. أعرف هذا عنه، فهو نديمي كما تعلم يا ابن الربيع. ومن هنا يا مولاي استطاع أن يتقرب إلى الناس ويحقق رغباتهم، وكأنه هو المعني بأمرهم ولست أنت يا مولاي. وما وصلوا إليه يا مولاي دفع الشاعر مروان ابن أبي حفصة لأن يقوله ويمدح الفضل بن يحيى: إن الجواد بن يحيى الفضل لا ورق يبقى على جود كفيه ولا ذهب، ما مر يوم له من شد مئذره إلا تمول أقوام بما يهو. كفى، أنا لا أقبل أن يشاركني أحد في سلطاني. والشاعر منصور النويري قال وهو يمدح جعفر بن يحيى بعد انتصاره على السائبين في الشام: لقد أوقدت بالشام نيران فتنة، فهذا أوان الشام تخمد نارها. إذا جاش موج البحر من آل برمك عليها خبت شهبانها وشرارها، رماها أمير المؤمنين بجعفر وفيه تلاقى صدعها وانجبارها. بعد انتصارات جعفر البرمكي
وإخماده لثورة الشام زاد تقديره عندي. وبدلا من أن يقدر موقفك منه يا مولاي زاد من كبريائه وغروره. وكيف لا وهم يرون الناس يتحدثون عن مناقبهم وحسن سيرتهم. سيفهم الذي كان مدافعا عنك يا مولاي بدأ يتحول إليك. لقد كثرت أموالهم وقوي سلطانهم. يبدو أن البرامكة يؤثرون مصلحة العلويين على مصلحتي، ويبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد الكثير. كنت أنوي الحضور إليك يا ابن حنبل قبل أن تطلبني. أريد أن أعرف منك آخر ما جمعته من الأحاديث. سأخبرك بها يا شافعي، ولكنني الآن أريدك في أمر آخر. خيرا يا ابن حنبل. ماذا فعلت مع أصحاب الأهواء الذين يتعرضون لمسائل العقيدة؟ شكوتهم إلى الرشيد، وسرني تصميمه على منعهم من الخوض في المسائل التي تتعارض مع صحيح الدين. أفلح إن صدق. بل صدق، وأرسل يطلب أصحاب الكلام الذين فروا من بغداد كلها خوفا من بطشه بهم. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ كتابه ممن يتربصون به. هو محفوظ بإذن الله تعالى، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا تخف يا ابن حنبل، يقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ماذا يبقى للإسلام يا شافعي لو تعرض كتاب الله أيضا للأقاويل؟ لا أفهم سببا لهذه المخاوف في حديثك عن كتاب الله. دعني أصارحك بشيء يا شافعي. أمس بعد أن صليت صلاة الصبح أخذتني سنة من النوم، فسمعت مناديا ينادي: يوصيك ربك بالقرآن يا ابن حنبل، يوصيك ربك بالقرآن يا ابن حنبل. لعلها رؤيا خير بإذن الله. كل ما يجيء من الله خير، ولكنني لا أفهم هذه الوصاية إلا أن يكون القرآن معرضا للخطر. منع الرشيد الحديث عن القرآن، وما عاد أحد يتعرض له. ولكن ما المقصود بهذا النداء الذي تكرر سماعي له؟ هذا ما يشغلني. يا ابن حنبل، أنت تركز اهتمامك في جمع الأحاديث، ولعل المقصود بالنداء أن تعطي بعض جهدك لكتاب الله. الحديث مفسر ومبين لكتاب الله، فهو مكمل له، والذي يخدم الحديث يخدم القرآن. أصارحك أنني لا أفهم في تفسير الرؤى، ولعل الأحداث القادمة تفسرها لنا. اللهم سلم، اللهم سلم. دعنا من الرؤى يا ابن حنبل ولنتحدث عن الواقع. كم جمعت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جمعت الكثير، ربما 10,000، ولكنني لا أسجل في كتابي المسند إلا ما أتحقق منه. وكيف ترتب هذه الآلاف وتتحقق من صحتها؟ أقسم الأحاديث التي أجمعها على العبادات والمعاملات، وأتحقق منها عندما أقارنها في الباب الواحد. وماذا تفعل عندما تجد تعارضا بين الأحاديث في الموضوع الواحد؟ أتحقق من سند كل حديث، وأستبعد الأضعاف سندا، فإن تساوى السند في القوة كان الحديث الأخير قد نسخ السابق عليه. هذا ما أتفق معك عليه. ما يشغلني يا شافعي هو بعض المسائل التي لا نجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام ما يوضحها، فما يكون الرأي فيها؟ هذا ما يسمى الاستصحاب. لو حضرت المجلس في مسجد بغداد الجمعة القادمة ربما تجد الإجابة على هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما منعك عنا يا شافعي؟ أخاف أن أشغلك يا أمير المؤمنين عن تدبير أمور المسلمين. العالم لا يشغل الحاكم عن تدبير الأمور، بل يعينه عليها. الحاكم يحتاج من يذكره بالآخرة حتى لا تأخذه الدنيا. الحلال بين يا أمير المؤمنين،
وما عليك إلا أن تأخذ نفسك بالتقوى. يقول تعالى: واتقوا الله حق تقاته. حق تقاته، ومن يقدر على ذلك؟ خذ بما تقدر عليه يا أمير المؤمنين، والتزم بقوله تعالى في آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهل هناك من هو أتقى من مولانا أمير المؤمنين؟ إنه يصلي في اليوم 100 ركعة، ويحج عاما ويغزو عاما. اسكت يا يحيى ولا تغرر بي. أكرمك الله يا أمير المؤمنين، عليك دوما أن تتذكر يوما تقف فيه أمام الله وقد زال ملكك وهلك سلطانك ولم يبق غير عملك الصالح. هذا اليوم يفزعني. هل سكت يا شافعي؟ تكاد تقتل مولانا أمير المؤمنين كمدا. الموت حق، ولأن يموت أمير المؤمنين خوفا من الله خير من أن يموت عاصيا لله. ما أحوجني لك يا شافعي؟ تعرف أن القاضي أبا يوسف انتقل إلى رحمة الله، وأن ابن الحسن انقطع عني لمرضه، ولا أجد حولي من يذكرني بالصالح من الأعمال. الحق ظاهر يا أمير المؤمنين، ولا يحتاج لمن يدل عليه أو يذكر به. بل يحتاج. ما رأيك لو وليتك القضاء مكان أبي يوسف؟ نفيد بقربك وينتفع الناس بعلمك. أعفني يا أمير المؤمنين، فأنا مشغول بحلقة العلم في مسجد بغداد. كل من نطلبه للقضاء يتعلل بالاعتذار. هل نترك الناس بغير قضاء أو نولي عليهم من لا يصلح لهم؟ إن شئت يا أمير المؤمنين أرشدك إلى من يتولى هذه المهمة. هو رجل يدعى ابن حنبل، هو تقي وصالح، وهو يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أحضره أقابله ما دمت تزكيه وتثني عليه. أما حان الوقت للتفريج عن مولاي؟ شعراء بالخارج يطلبون المثول بين يديك. لا أريد من يقطع حديثي مع الشافعي. فلينشدنا الشافعي، فهو شاعر أيضا. أعرف ذلك. ألا يخطر ببالك شيء تقوله؟ إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. خل يخون خليله وقاهم الله شر الخيانة. من تقصد يا أمير المؤمنين؟ لا أقصد أحدا. هذه الشاعرية التي تملكها يا شافعي ألا يمكن أن تستغلها في الإشادة بمولانا أمير المؤمنين أو مدحه؟ عفوا يا أخي، ما تعودت أن أقول الشعر في مدح أحد. وما يمنعك يا شافعي؟ ألا يستحق مولانا أمير المؤمنين المديح؟ يمنعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: احفوا في وجوه المدحين التراب. ما قولك فيما عرضته عليك يا ابن حنبل؟ حسبتك يا شافعي تحب لي ما تحب لنفسك. يعلم الله كم أنا شديد الإعجاب بتقواك، وأقدر كل ما تبذل من جهد لجمع الأحاديث، والله يعلم أني لا أريد لك إلا الخير. لهذا تريد أن تصرفني عن الخير وتوليني القضاء. كان الخليفة يسألني عن من يصلح للقضاء فنصحته بك، والدين النصيحة كما تعلم. كان عليك أن تشير عليه بمن هو أفضل مني. ما وجدت من هو أفضل منك يا ابن حنبل. أنت أفضل مني يا شافعي. من قال إنه رأى في مثل علمك وفصاحتك فقد كذب. لولا أنني أريد التفرغ لطلب العلم ما كنت أرفض تولي القضاء.
وأنا كذلك يا شافعي. العلماء يحشرون مع الأنبياء يوم القيامة، والقضاة يحشرون مع السلاطين. ألا تعرف ذلك يا شافعي؟ دعني أصارحك يا ابن حنبل، إنما أردت لك مرتب القضاء ليعينك على المعاش، فأنت ترفض عطايا السلاطين والأمراء، فأردت لك عيشا كريما. لا تقلق يا شافعي، فحاجتي من الدنيا قليلة، ورزقي مكفول بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. أيقسم رب السماء ولا أصدقه. يا ابن حنبل، الأمر لك على كل حال، ولكني أتذكر قول ابن الأجدع عندما تولى القضاء: لئن أوافق الحق في خصومة أحب إلي من رباط عام. وأنا أقول يا شافعي: لئن أوافق الحق في حديث صحيح أنقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام أحب إلي من كل ما عداه، يكفيني أجره وأجر من يعمل به إلى يوم القيامة. ما دمت مصمما على رفض القضاء، بوسعك أن تذهب إلى الرشيد وتعتذر له. لا يا شافعي، أنت تعرف أنا لا أحب التردد على مجالس الحكام. عندي ما يشغلني عنهم، ولديهم ما يشغلهم عني. وأخيرا تحقق لك يا فضل بن الربيع ما أردت. تم القضاء على يحيى بن خالد البرمكي وأولاده، وأصبحت أنت وزيرا لهارون الرشيد. عرفت من أين أنالهم ونجحت فيما أردت. مولانا أمير المؤمنين هارون الرشيد. أخبار خرسان لا تسر يا أمير المؤمنين. رافع بن الليث أعلن انفصاله عن الخلافة وأمر بالدعاء له في المساجد. كلما يتأخر الوقت أن يتمكن ويستقوى. لن يتأخر. وأنت يا مأمون سوف تخرج على رأس جيش قوامه 10,000 جندي للقضاء على ثورة رافع. وددت لو كان الجيش أكثر عددا فخراسان بعيدة، ولو احتجت المزيد من الجند ما وصلني الإمداد قبل شهور. بل يصلك قبل أن تطلبه. 20,000 أقودهم بنفسي وأذهب بهم إليك. ألا ينوي أمير المؤمنين الخروج إلى الروم؟
فأنت يا مولاي تحج عاما وتغزو عاما، وهذا عام الغزو. الغزو يا فضل لتأمين الخلافة في الداخل أولى من الخارج. ذلك هو الصواب يا أمير المؤمنين. اخرج يا مأمون إلى خراسان، ولسوف ألحق بك بعد أسبوع واحد. الرأي ما تراه يا أبي. إن شئت يا أمير المؤمنين ذهبت مع أخي إلى خراسان. بل تبقى يا أمين في بغداد تنظر أمور الخلافة في غيبتي وغيبة أخيك. الرأي ما تراه يا أبي، وأحسب أن وزيرك الفضل سوف يعينني على أمور الخلافة. مكاني حيث يضعني أمير المؤمنين. الفضل سوف يخرج معي إلى خراسان. اختر لك وزيرا آخر. بكر بن رشدان أرتاح له، فما رأيك يا أبي؟ هذا شأنك. أتعرف يا مأمون لما اخترتك لكي تخرج على رأس الجيش إلى خراسان؟ أنت أدرى يا أمير المؤمنين. أمك كما تعلم فارسية الأصل، والعجم في خراسان يرون نصفك عربيا ونصفك الآخر فارسي، ولهذا يتعلقون بك ويتعاطفون معك. هذه العصبية يا أبي قضى عليها الإسلام. ما قضى عليها في عقول الناس وقلوبهم. أحسب المأمون سوف يجد أعوانا في خراسان يساندونه في مواجهة ثورة رافع. ومتى تأذن لي بالخروج يا أبي؟ النار يسهل إخمادها كلما أسرعنا بإطفائها. أمامك أسبوع واحد تتحرك فيه إلى خراسان، ثم أتبعك إن شاء الله إلى هناك، ومعي بقية الجيش. الاستصحاب في اللغة هو الدعوة إلى الصحبة والملازمة، ومفهومه في الفقه هو استبقاء الحكم السائد في الزمن الماضي على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على تغيره. فإذا سئل المجتهد عن حكم عقد من العقود ولم يجد دليلا من الكتاب والسنة حكم بإباحته. ولم لا يحكم بتحريمه والحلال والحرام متساويان في الظن؟ لا يحكم بتحريمه لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ويمتد هذا الحكم إلى مختلف الأشياء. فمثلا إذا شك الرجل في وضوئه بقي له حكم المتوضئ استصحابا لما ثبت بيقين الوضوء، واليقين لا يزول بالشك. لكن الإمام مالكا يخالف هذا الرأي. الإمام مالك يأخذ بعضا منه ولا يأخذ بالبعض الآخر، فهو يقول إذا كان الرجل لا يخرج من الطهارة بالشك فإننا لا ندخله الصلاة بالشك. رأيه جدير بالنظر. ومن تطبيقات الاستصحاب أيضا ما يجري بشأن الغائب، فالمفقود يعتبر حيا لأن حياته ثابتة حتى يصدر الحكم بموته، ولهذا تبقى له أمواله ولا تورث عنه حتى يصدر الحكم، على أنه في نفس الوقت لا يجوز للمفقود أن يرث غيره، لأن الاستصحاب لا يأتي بحق جديد، وإنما يمنع إبطال الحقوق الثابتة. نفعنا الله بعلمك يا شافعي. دعوني أسألكم سؤالا قبل أن نواصل حديثنا. رجل قال لأصحابه: امرأتي طالق إذا وجدتم معي دراهم أكثر من 3، فلما أخرجوا ما معه وجدوها 4، فما الرأي في يمين الطلاق؟ تطلق منه زوجته. من يوافق على هذا الرأي ومن يختلف؟ كلنا موافقون لا خلاف. كلكم مخطئون. يمين الطلاق لا يقع، فالرجل قال: لو وجدتم معي دراهم أكثر من 3 وما وجدوا معه إلا درهما واحدا، والدرهم ليس دراهم. ما تقول يا شافعي؟ مسلمة، تأخرت يا مسلمة، حتى أصابني القلق. بعد أن اشتريت لوازمنا سمعت أذان الظهر في مسجد بغداد، فدخلت
أصلي في ركن النساء. انتهت صلاة الظهر منذ وقت طويل وقاربنا صلاة العصر. بعد أن صليت الظهر وجدت عالما يتحدث إلى الحاضرين، فجلست مع النساء في آخر الصفوف نستمع إليه. تتركينني أعاني القلق لتستمعي إلى الحديث في المسجد؟ لو أنك كنت معي يا أماه لشدك الحديث، لقد تركته رغما عني حتى لا أتأخر عنك أكثر من ذلك. منذ متى كان الحديث الديني يشدك؟ عندما كان أبوك يلتقي بأصحابه في دارنا القديمة ما كنت تطيقين الاستماع إليهم. ما سمعته في جامع بغداد يختلف عما كنت أسمعه من أصحاب أبي. حديث الجامع ينطلق من الكتاب والسنة، فلا يحرك الهواجس والشكوك. كم دعوت الله أن يصرف أبي عما يتوارط فيه من أقاويل. ادعي الله أن يصرف عنه عيون الخليفة. منذ رحل إلى البصرة ونحن لا نعرف شيئا عن أخباره. كتب الله له السلامة. ما يطمئنني أنه برفقة صاحبه راشد. هذا هو ما يقلقني عليه. راشد هذا صاحب مال ونفوذ، وله أعوان يساعدونه على الاختفاء. هداهم الله إلى الصواب وصرف عنهم هواجس الشيطان. ادعي الله أيضا أن يصرف عنهم عيون أصحاب السلطان. لو أمسكوا بهم ربما ضربوا أعناقهم. لولا أن أبي بينهم لتمنيت أن يقعوا في يد سلطاني ليعاقبهم. مسلمة، ما عدت بك هذا الجحود. لو سمعت يا أماه العالم الذي كان يتحدث اليوم في مسجد بغداد لعرفت لماذا أنفر مما يتحدث به أصحاب أبي. سلام عليك إمام المشاعر، سلام